صباح الخير، صباح النور، كي صبحتوا زينات؟ ان شاء الله تكونوا نطوا بيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راني رايحه ندير لكم كغاتان بزاف بنين وخفيف ظريف، يوجد تمتم فيه البطاطا، الفلفل الحلو يعني الطرشي والاسكالوب. نتمنى البنات تجربوه. شوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير. خديت الاسكالوب، درت كميه قليله، قطعته مكعبات كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للماريناد ديالو درت مغرفه صغيره تاع لا موطارد، حوالي 3 سنينات توم، عصره قارص، مغرفه زيت، شويه ماء والتوابل. درت ملح، فلفل كحل، كمون وزنجبيل. من بعد خديت مقله درت فيها شويه زيت، ودوك راني رايحه نقلي ليسكالوب اللي كنت قطعته مارينيتو. بعد ما تقلى لي ليسكالوب راني رايحه نزيد له شرائح تاع الفلفل الحلو والبصل، ونزيد الملح من الفوق شويه، نخليهم يتقلاو حتى يطيبوا بيان، يعني يولوا معسلين، وهذاك ليسكالوب يتحمر. هنا خديت ان ريسيبيون، راني رايحه ندير فيه جميع المكونات. هذه البطاطا قطعتها مكعبات كنت قليتها. نزيد هذاك الخليط تاع الاسكالوب، شوفوا كيفاش جاني. نزيد كذلك الزيتون الخضر مقطع والمعدنوس. هاد المكونات نخلطهم مع بعض. انا يا حنبدل ريسيبيون على خاطر هذا ضيق، ما قدرتش نخلط بيان. وبالنسبه للخليط اللي حنديرو فوق الكغاتان، نحتاج لا كريم فريش. انا استعملت هذه بالطوش، حندير نص علبه وزوج حبات بيض. والفرomage انا استعملت هذا الجبن بذوق الزيتون، نتوما ديروا واش راكم حابين. نخلطهم مع بعض وندير قريصه تاع الملح. على فان راني رايحه نفرغ من الفوق هذاك الخليط تاع لا كريم فريش والفرomage والبيض، وندخل مولا كغاتان ديالي للفوق على درجه 180 لمده 15 دقيقه. اشعلوه من التحت، من بعد زيدوا شعلوه من الفوق باش يتحمر. وتقدروا تزيدوا من الفوق الفرomage غابي، كل واحد يدير على حسب مقدوره. هاوليك الكغاتان تاعي في شكله نهائي، شوفوا كيفاش جا، ما شاء الله تحمر بالطبع، مالغري ما درتلوش من الفوق الفرomage غابي. الريحه تهبل، شهيتكم في الجنه. نتمنى البنات تجربوه. يوجد تمتم وخفيف ظريف، وكما شفتوا مكونات بسيطه، يعني ماشي حاجه كبيره. ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم. ما عليا غير نقول لكم اتهلاو في رواحتكم، وما تنساوش تبعتوا لي تطبيقاتكم كما العاده. مع السلامه.